خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل أشغال هذا الاجتماع تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 26/25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا المشروع لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لا سيما الفصول 25 و27 و28. واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15/23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90/13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1/16/24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولا سيما فيما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع القانون رقم 27/25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89/13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، قدمه أيضا السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام، وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم أو المنظم لمهنة الصحافة ضمانا لملائمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2/25/450 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة، قدمته السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع لتطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 50/20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الذي صدر في 29 يوليوز 2021، ويهدف إلى تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة التي تمنح من لدن مؤسسات التمويلات الصغيرة حسب أصناف وأهداف كل مؤسسة وكذا إمكانياتها المالية، وتحديد الخصائص والأسقف المحددة لتلقي الأموال وإنجاز عمليات التأمين الصغيرة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. وستمكن هذه العملية من تلبية طلبات التمويل بشكل أفضل للفئات المختلفة من الأشخاص ذوي الدخل المحدود والمقاولات الصغيرة جدا، بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة للشغل. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا أوادانيباد بشأن إنشاء المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا في المملكة المغربية الموقع بالرباط في 16 يناير 2025. ومشروع القانون رقم 32/25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون